انا جالي التعليق ده من اخت كريمه بتقول انه اللي بينسى يعني يحط شامبو او يعني مفاتيح، او ينسى يحط ملح في الاكل، ده ممكن اصلا يكون عنده اعاقه. يا ريت، يا ريت والله العظيم الموضوع كان بالبساطه اللي حضرتك بتكتبيها دي، انه مجرد شامبو وملح ومفاتيح. لو كانت دي اعراض الاي دي اتش دي فعلا، الحمد لله ما كانش اصلا حد عمل قنوات ولا اتكلم في التوعيه، ولا يعني وقفنا قدام الكاميرات ونشرح ونحل الناس ونفهم الناس. لكن التعليق ده على قد ما هو مكتوب ببساطه كده بيمثل كارثه حقيقيه متجذره في مجتمعاتنا العربيه، كارثه تسخيف المعاناه، اننا ناخد مرض او اعاقه عصبيه بتدمر حياه الملايين ونختزلها في كوبايه ميه حد نسي يشربها. خلينا نتكلم علم، ارقام، وقائع، عشان نفهم ليه ال ADHD بيتصنف طبيا إعاقة وظيفية functional disability. ال ADHD مش مشكلة في الذاكرة السطحية بتاعتنا، ده خلل بيولوجي ونقص في نواقل عصبية زي الدوبامين والنورادرالين في الفصل الجبهي للمخ اللي هو البريفونتال كورتكس، الجزء المسؤول يعني عن الاكسكيوتيف فانكشن اللي هي الوظائف التنفيذية. الموضوع مش انك تنسى الملح في الأكل، الموضوع انك بتفقد قدرتك تماما على انك تبدأ شغل مهم هيتسبب في طردك من وظيفتك، وتفضل مشلول في مكانك مش عارف تتحرك. الموضوع انه نسب الطلاق ما بين البالغين اللي عندهم ADHD الغير متعالج، يعني ما فيش علاج ما تشخص، بتوصل لضعف النسب العادية عند الناس التانية، لانه شريك الحياة بيترجم الاعاقة على انه دي يعني ده اهمال، قلة تقدير، عدم مسؤولية، مش مهتم وكده. يعني عايزين بقى ارقام مرعبة؟ في دكتور اسمه راسل باركلي معروف جدا عالميا، وهو من اكبر العلماء في مجال ال ADHD، نشر دراسات وابحاث كتير جدا. ابحاثه ودراساته بتؤكد ان اللي عنده ADHD غير متعالج حياته بتبقى اقصر، يعني المتوقع الانسان اقصر من المتوقع 9 ل 13 سنه. ليه؟ بسبب الحوادث المروريه، بسبب تجاهل الصحه الجسديه، بسبب المصيبه الاكبر بقى الاكتئاب وعدم الرغبه في الحياه وانهاء الحياه. فيا ترى بقى هل نسيان الملح كده بيأثر مثلا في العمر 13 سنه؟ انا كواحد بعمل جلسات وبقعد مع الناس وبشوف طبعا في الاخبار كوارث لعائلات اتدمرت وشباب دخلوا يعني في سكه الادمان سيلف ميديكيشن عشان بس يهدوا الدوشه اللي في دماغهم، اللي المجتمع مش معترف بيه، خايفين يروحوا للطبيب عشان ما يضحكش عليهم. في اطفال انسحبوا وانطفوا تماما من الحياه، وبعضهم انهى حياته لان اقرب الناس ليهم بدل ما يودي الطفل ده للطبيب قعدوا يقولوا لهم يا عم انت بتدلع، كفايه بقى، كفايه كسل، كفايه هم، كفايه قرف، حجج، كل دي حجج، كلنا بننسى شويه، كلنا يعني عادي، موضوع عادي خلاص، ما تفكرش في الموضوع، بس عيش حياتك عادي. ديننا الحنيف يا حبيبي اللي احنا بننتمي اليه مبني على الرحمه والعدل والعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صراحة تداووا عباد الله. طيب ازاي احنا نتداوى واحنا بننكر اصلا وجود حالة اصلا او اعاقة او المرض، وكمان بنسخف منها ونستهزأ بها احيانا؟ وربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات حط قاعدة في منتهى الرحمة: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الوسع ده بتاع شخص طبيعي غير الوسع بتاع شخص مخه تركيبة عصبية مختلفة تماما. لما المجتمع يطالب المصاب بالاي دي اتش تي انه يؤدي المهام العادية بنفس طريقة الشخص العادي ويجلده ويلومه كل يوم لما يفشل، احنا كده بنخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى وبنظلم الناس. والظلم ظلمات يوم القيامة. انك تكسر بخاطر انسان بيحارب عشان يعيش يوم عادي، دي مش حاجة هينة عند ربنا. يعني انا مش قصدي والله ان انا ارمي عليكم كلام من ديننا الحنيف علشان تحسوا بالذنب، انا عايز ان احنا نفوق ونفهم. ورسالتي لكل اب، كل ام، كل زوج، كل زوجة، كل انسان مسؤول: ارجوكم بلاش نكون الجلادين اللي بيقضوا على البقية الباقية من طاقة الناس دي. نحاول نثقف نفسنا، نقرأ، نسأل اهل العلم قبل ما نكتب تعليق او نقول كلام يمكن يكون ده فعلا اللي هيقسم ظهر الانسان اللي بيغرق في دوامة من جلد الذات. ورسالتي لكل حد بيعاني من الاي دي اتش دي زي حالاتي كده: والله انا شايفكم وحاسس بيكم وانا معاكم، انتم مش كسالى ولا فاشلين، ومعاناتكم دي حقيقية ومثبتة علميا. ما تسمحش لاي حد او اي تعليق مبني على جهل، وجهل مركب مجتمعي، انه يشككك في حقيقة المعركة اللي انت بتخوضها كل يوم، وفي كتير من الاحيان في صمت. ابحثوا ودوروا على علاج، اطلبوا المساعدة، طبطبوا على نفسكم، لأنكم والله أبطال، أبطال في قصة محدش فهمها غيركم. بحبكم في الله، أنا أخوكم أنس، نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.